تغلس عليه في كل حاجة، تقعد في الحمام بالساعات، تخليه طول الوقت زهقان مش عارف يعمل ايه. عايزه يقرف، عايزه يحس ان الحياة جحيم. يعني ما يحللكش تنظيف البيت الا بالليل قوي قوي قوي، ومش هوصيك بقى دوشه على قد ما تقدر. يا كلاب يا معفنين يا معفنين يا معفنين يا معفنين. لا، ما انتوا كده الحياه بينكم بقت مستحيله. هو اللي بدأ. انا مش اكتر من رد فعل. القذارة اللي انت بتعملها دي بتسميها رد فعل؟ قذاره شفتي؟ طب يا جماعه انتوا الاتنين رد فعل، تمام كده؟ انا كل اللي بطلبه منكم لو سمحت تلاقوا طريقه محترمه تتعاملوا بيها مع بعض لحد ميعاد المحكمه. انا موافق، لكن بشرط يلم القذارة اللي هو بيعملها دي. انا مش هقعد الم وراه. والله لو مش عاجبك امشي. شفتي؟ ما خلاص بقى يا طارق، استاذ رمزي عنده حق برضه. حق مين ده؟ مين ده اللي معاه حق؟ بقول لك ايه، انا عندي كلمتي، لو مش عاجبه يمشي. اتكلم عادل. اتكلم انت عادل، وانا مش هسكت لك تاني. وخلاص بقى، انا ما بقتش بقى على حاجه. يلا اعمل اللي انت عايزه. لا يا جماعه احنا كده مش هنخلص، اهدوا شويه. بقول لك يا ليلى، ما قلت لك قبل كده ما تتدخليش في الموضوع ده والنبي. وهقولها لك تاني، يا انا يا انت في البيت ده، ماشي يا رمزي؟ طارق لو سمحت ممكن ثانيه واحده؟ ماشي يا ابن حسين، بس ما تبقاش تزعل بعد كده. يا استاذ رمزي مش انا طلبت من حضرتك ما تتعصبش وتسيبني انا اتدخل في الموضوع ده؟ يا ليلى انت بتلوميني؟ مش شايفاه بيتكلم ازاي؟ انا مش بلومك، بس انت شايف ايه اللي حصل. طب هيعند دلوقتي هنعمل ايه؟ والله يعند ما يعندش براحته، وانا كمان براحتي. طب يا جماعه خلاص براحتكم، انا زهقت. لا استني، انا كنت عايزك في حاجه مهمه جدا. خير يا استاذ رمزي؟ دلوقتي ربيع عايز حد من العماره يشهد ان انا كنت قاعد هنا في الشقه قبل موت حسين، وان طارق ما كانش موجود وساكن في حته تانية وخد حاجته معاه. انا مش هقدر اعمل كده يا استاذ رمزي. ليه؟ هو مش ده اللي حصل؟ ايوه ده اللي حصل، بس انا موقفي حساس جدا. يعني ايه؟ يعني افهم من كده ان انت هتشهدي معاه ضدي؟ انا ولا هشهد معاه ولا هشهد معاك، لاني بمنتهى الصراحه شايفه ان انتوا الاثنين ليكوا حق.